لو انت ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا اضعف سيارات فيها العالم وهو جينو بيدخل مغارة وبتكون مغارة مزدوجة وتحصل مصايب كتير والناس تتبهدل حرفيا. دي كانت مجزرة وكان اخرهم جينو، لكن يقدر ينجو بعجوبة وتظهر قوة غريبة ويقدر يطور من نفسه اكتر ويبقى اكتر من الاول. يا ترى اللي هيحصل وهل هيزيد قوة اكتر من كده ام لا؟ وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. ونشوف المستشفى بتتكلم على جينو من ناحية شكله. طب ايه اللي اتغير فيه؟ ونلاقيه اتغير حرفيا وبقى شكله جامد اكتر. وجه وقت خروجه من المستشفى وبنشوف الاخبار، وكان في صياد اسمه بيك يونهو هو احد صيادين اس 7، وتسأل الصحفية عن روتينه اليومي غير طبعا مهام الصياد. هو بيتمرن كل يوم، ايوه هو فعلا مستواه مش هيتطور ولكن يقدر يزود قوته القتالية بسبب التمرين، لانه لو ما عملش كده هتبقى مهاراته ضعيفة جدا. نلاقي جيني اخت جينو ماشية عشان المدرسة، ولكن تلاقي اخوها اتغير فجأة ولكن تكبر دماغها وتودعه. ونلاقي جينو طلع لمستوى ال 18 ويكون معاه نقاط ويفكر يزود قدرة ايه، هل هي القوة ولا الذكاء ولا ايه بالظبط. ويتصل عليه صاحب الشقة ويقول له انت اتأخرت على الايجار بس ممكن اسيبك لما تجيب الفلوس. ويفضل جينو يدور على شغل لكن كلها مستواها عالي. بس مش دي المشكلة، المشكلة ان هو بيبقى قوي مع مرور الوقت. لو راح يقيس رتبته الجديدة هيبقى مصدر الانظار من الناس، لازم ابقى اذكى من كده. بتيجي رسالة ويجري بسرعة وبيكون خلص المهمة، وكمان راح مغارة وبتكون من الرتبة سي وهم عايزينه كاملة عدد مش اكتر، لكن مش هيبقى محسوب معاهم ولكن هيديله 2 مليون كمشاركة ويستشعر قوتهم. وهم 4 من رتبة سي و2 من رتبة دي، وكمان انت هتشيل الامتعة وهي فيها كل حاجة حتى اسعافات اولية. يقول لهم جينو انتوا ليه ما ضمنتوش معالج معاكم؟ يقول له قائد فريق زي دوت صعب يضم معالجين ولكن احنا بنقدر ندبر امرنا. في مشكلة هنا، ازاي ما فيش معالج معاهم؟ في في الموضوع. ويجي واحد واسمه يو جينهو، واحد عنده 21 سنة من الرتبة دي وكان لابس درع فخم جدا، ده باين عليه عيلته غنية جدا. ويقول له ما تقلقش انا هحميك يا جينو. ويوصلوا للمغارة وبتكون كبيرة جدا. هو انت متأكد انها من رتبة سي؟ هو ما يهمش حجم البوابة ولكن يهم الطاقة السحرية المنبعثة منها. ويقرروا يدخلوا وبتكون حلقة الظلام ويشعلوا النور ويدخلوا ويفضلوا ماشيين ولكن ما فيش ولا وحش. في حفر كتيرة ويحس جينو بحاجة ويسمعوا صوت وحوش ويستعدوا وبتكون من فئة الحشرات. دي مشكلة لو طلعوا نمل. ويقول لهم دول فوقينا بالظبط ويظهروا ويضربوا عليهم ويسحبوا من القائد عنده. وكان عملهم الجماعي جامد قوي ويستعد واحد منهم ويهجم على الوحوش ويقتلهم، ولكن يجي وحش من ورا ويقتلوا جينو. في الموضوع الناس دي بتشتغل مع بعض بقالهم كتير. في حاجة غريبة، يقول جينو احنا لازم نتوخى الحذر. وبيلاقوا مجموعة من الحشرات ميتة، وده مش تأثير ساحر ولا سيف، ده بسبب العض. ده باين كده في زعيم عالي الرتبة هنا. نلاقي نقابة النمر الأبيض وكان بيك بيتمرن وبيدمر الحجر في لمح البصر، ده حتى مش تسخين. وبيكون جينو والباقي بيكملوا طريقهم ويلاقوا الحشرات ميتة ويلاقوا شبكة عنكبوت، دي حجرة الزعيم ودي الكهف. ويلاقي عدد مهول من الأحجار المانا والكمية دي بتقدر بمليار دولار. يقول جينو للقائد مكتوب في العقد إن الغنائم بلورات سحرية ومش مكتوب أحجار مانا، وكمان تعالوا نقسمها ل8 أفراد. والقائد احنا موافقين ولكن احنا لازم نقتل الشيء دوت، هو ده زعيم المغارة وعشان كده لازم نخرج الأحجار الأول قبل هزيمته. لكن بيكونوا نسوا معدات ويقرروا يخرجوا علشان يجيبوها ويسيبوا سونجا مع جينو لوحدهم مع الزعيم. يا عم طالما هو نايم مفيش مشكلة، ولكن يأمر واحد منهم بإغلاق المخرج يا ابن الخبيثة. هو ده كان قصده من الأول، انتوا مش بتاخدوا معالجين عشان انتوا بتستهدفوا الضعفاء وبتسيبوهم مع الزعيم وترجعوا تاني عشان تاخدوا الغنائم. دي خطة خبيثة جدا. واتذكر جينو كلام قائده وبيقول له انت ممكن تقابل ناس حسالة وكمان مفيش حد هيتكلم على هذه الحوادث يا ولاد الخاينة. ويلاقوا الزعيم سحري وبيقول جينو ده فرق القوة كبير جدا، ده انا بسحب كلامي. ويقول له ارجع انت وانا هتحمي الوحش دوت بنفسي. حان وقت القتال ويخرجوا الفرقة وخطتهم هي ان الزعيم ياكلهم وينام. وكمان بيكون في مخرج ومدخل لغرفة الزعيم. وكمان الواد جينهو معاه معدات ثمنها مليارات ولكن على الاقل لازم نحضر جنازته. ونلاقي جينو واقف قدام الزعيم ويقول له سون احنا لازم نمشي من هنا، انت على الاقل لازم تبقى من رتبة بي او سي عشان تقدر تقاتله. لكن انا هزمت زعيم المغارة وبقيت مستوى 18، انا هعرف اقتله. ويهجم عليه بسرعة ولكن بيكون جلده صلبي جدا وقوة هائلة. انا هموت لو اتعرضت لضربة زي ديت، دي مش تحركات من رتبة اي، ده قوي جدا، ده ممكن يكون مزور الرتب ومعناها ان هو زايد في رتبته وكده ممكن يكون قاتل متسلسل. ده وحش مخيف وكانت ضرباته بلا فائدة. ويكون مستوى تعبه وصل ل 56 ولو زادت اكتر هيبقى اضعف وسرعته هتقل. ويتذكر مهارة خنجره وهي الشلل والنزيف ويهجم على منطقة الرأس ولكن بيخرج الوحش السم وكان هيحرقه. يا ابن الذكية انت خبيت ورقتك الرابحة. ويستخدم جينو مهارة الاندفاع ويجي بسرعة ناحية الوحش ويهجم على راسه ولكن بتكون صلبة جدا. بيعيد الكرة مرارا وتكرارا لكن يتعب مرة واحدة ويضربه الوحش ويهجم عليه ولكن يستخدم الشفاء الكامل ويختفي ويطلع فوق ويهجم على الوحش بكل قوة. والمرة دي ضرب عينه ويفضل يطعن فيه مرارا وتكرارا لما يقضي عليه ويستخرج بلورة المانا. ويكون جينو بيتصرف تصرفات غريبة لانه خايف منه. لكن تيجي الفرقة وايه اللي جابكم وبعدين انتوا اللي عملتوه دوت في الاتنين الغلبانين دول. وكان رئيس الجمعية بيتمرن مع مساعده ويضربه ضربة قوية جدا. بيقولوا ده انا كنت اقوى من كده لما كنت شاب. بنشوف الصيادين بيقولوا لجينهو احنا
احنا عرفنا ابوك، وكمان احنا هنديلك فرصه وهي تقتل جينو وتنضم لينا، احنا نقتل الضعاف ونبقى احنا الاقوياء، وكمان مفيش حد هيعرف حاجه، ولو رفضت كده احنا هنموتكوا انتوا الاثنين. بس هو انت فاكر ان جينو هيطيع امرك؟ ده انت بتحلم. ده واقف جنب صاحبه وبيقول له القائد هو انتوا قتلتوا ناس قبل كده وتيجوا مهمه طارئه وهي قتل الاعداء اللي هم الصيادين، لكن بيهجم واحد على جينو ويطيره والدور جه على جينو. انا ازاي نسيت دوت؟ انا هملت بسبب الغرور والقوه، انا ما لاحظتش العالم قد ايه حاقد ومخادع. يمكن النظام عاوزني ما اموتش، انا هقوم تاني، النظام محتاجني ابقى اقوى. ولو قام تاني ويتقدم ناحيتهم، انتوا مستعدين تبقوا الفرايس ولا لا؟ ويجي واحد يقول له انت مش هتقدر تعمل حاجه، انت اضعف سياد في البشريه، ولكن يقتله في لمح البصر ويهجموا عليه وست ضربات ويقتلهم بسبب السم ويخلص على الباقيين كده، ما تبقاش غير القائد. على فكره انا ممكن ابقى زيهم بس انا اقوى منهم، ويعزز قوته ويهجم عليه، لكن جون يهجم عليه ويقول له انا مستواي بيتقدم مع مرور الوقت ويلزقه في الارض. ده ازاي الواد ده قوي جدا؟ ده استحاله يكون من رتبه ايه، ويخاف منه. يقول انا هدفع لك الضعف بس اقف عن حياتي. ويقول له انت حاولت تقتلني 3 مرات وانت دلوقتي بتطلب العفو؟ كده كده اصلا ما فيش حد هيعرف حاجه. بيقول انت مش عارفين اخويا مين، ولكن اقطع راسه يعمل على ابو اخوك وعلى ابوك انت كمان. ضد المغاره في الاغلاق وتيجي المحققه وتعرف اللي حصل، وهو جينو قتل الزعيم وسون استخبى، وده بسبب فرق الرتب ما بينهم. بتيجي مهاره جديده وهي تعطش للدماء، يوصل التقرير لمساعد رئيس الجمعيه عن الحادثه اللي حصلت، ومشكله هي خروج جينو وجينهم من المغاره بعد هزيمه الزعيم. في ان في الموضوع وبيعرف يقيس قائد الفرقه هو هوانج دون غوسو، اخو هوانج دون غوسو. في حاجه غريبه، المشكله هنا هو مات في المغاره، وشوف جينو هو جاب اكل بيقول له انا ما ترددتش اليوم ليه؟ النظام عاوز ايه مني؟ بيشرب مشروب كحول ولكن مش بيسكر، وده بسبب النظام وبسبب المهاره ديت، وهي الصحه وطول العمر وتديله مناعه ضد السموم والحالات الشاذه. ويجي الليل وتدخل اخته وتقول له جينو عاوز يكلمك، وبيروح المقهى وبيشكره على اللي عمله معاه، بيقول له انا عاوز اشكرك برضه لانك ما اتكلمتش على اللي حصل، بس ده كان دفاع عن النفس، انت مش غلطان يا جينو. وبيقول له انا عاوز اعمل فريق خاص ويرفض جينو، انا ما عنديش وقت العب مع واحد غني. وبيقول له على الاقل اكمل كلامي، انجز 19 مهمه على الاقل، هو انت بتسعى لمنصب رئيس النقابه؟ وبيقول له احد الشروط هو هينجز 20 مهمه، وكانت المره اللي فاتت المهمه الاولى، وكده فاضل 19 مهمه. هو مش انت الامن الثاني لشركه يوجين للانشاء؟ وكمان جثث الوحوش عاليه الرتبه ممكن تصنع اسلحه، وكمان البلورات والجواهر في المغارات صعبه جدا، انت عاوزين تستلموا الصيادين من النقابات الاخرى. وكمان والدي هيأجر صياد من رتبه اس عشان يبقى رئيس النقابه ويبقى اخويا النائب، وكمان ما فيش غير 7. انا ما انصحكش تعمل كده، انت عاوز تعمل فريق عشان تنافس اخيك. وبيقول له انا وانت هنخلص المغارات مع بعض علشان ابويا يقتنع ويديله ظرف ويكون مبنى الشركه اللي عاوزين يعملوه، وهي بتقدر ب 30 مليار، يعني كده هناخد 30 مليار مقابل 19 مهمه من رتبه سي. ده هيبقى في صالحي، انا مش زي الناس، انا مستواي بيطلع مع مرور الوقت، انا ممكن اوصل لرتبه اس او اطلع اكتر من كده. بس يقول له انا مش موافق ويمشي، ولكن يقول له انا هكتم سرك مدى الحياه، ولكن يمشي برضه. وبنشوف حد وباين عليه قوي جدا، وهو اخو هوانج دون غوسو اللي مات في المغاره، وبيقول له هو انا لو قتلت واحد من البلاد تانية ايه اللي هيحصل؟ تقول له لو حصل مفاوضات ممكن يخففوا الحكم، ولو ما حصلش هنحاكم من دولتنا، انا بتمنى تبقوا على قيد الحياه. ده بان عليه ناوي يقتلهم. بنشوف جينو بيكمل مهامه اليوميه، وبيلاقي النظام بيحسب العدد الزياده، وبيجرب تاني وبيحسبها ويقرر يجري تاني، لكن جميع التمارين وقفت عند الضعف العدد، وتتحول المهمه لمهمه سريه. دي حاجه غريبه، وبيختار المكافاه وهي صندوق الغنائم المبارك، ويطلع مفتاح قلعه الشيطان، والصعوبه بتكون من رتبه اس، وبتكون مكافاه اكسير الحياه. هو بيشفي جميع الامراض ويقرر يروح المغاره في مخاطره كبيره. انا لو دخلت المغاره هقابل وحوش قويه جدا، ويمكن كمان الوحوش ديت عجزت الرتبه اس على قتلها، بس انا محتاج اكسير الحياه عشان اعالج والدتي. ويدخل القلعه، لو شديت الاوضاع انا معايا حجر الانتقال، ويلاقي وحش كبير ب3 رؤوس وهو كريبوس وهو باللون الاحمر. انا ما ينفعش استسلم، وبيهجم عليه ولكن بتكون سطحيه جدا، وبيكون متاثرش خالص، وبيستخدم التعاطش للدماء، لكن كريبوس يلغيها. وبيهجم عليه ولكن مهاره النزيف تتلغي، وبيهجم عليه كريبوس ويهرب منه، لكن يضربه وياكل ايده وترتفع قوته 100%، ويهجم عليه ويطيره بعيد ويضيع نص دمه، ويستخدم الشفاء الكامل ويهرب، ولكن كريبوس سرعته بقت اسرع من الاول، ويفضل يضرب في جينو لما يتبقى 1000 نقطه، ويهجم عليه تاني وينقص دمه اكتر لما يتبقى 700، ويستخبى جينو ويقرر يستخدم حجر الانتقال، لكن بيهجم كريبوس عليه ويهرب جينو منه ويوصل دمه ل 500 نقطه. كده مش هينفع، انا استنى لما فوق مهارته يزال، بس ده خطر جدا. ويتذكر امر المتجر ويشتري جرعات شفاء، وكل واحده تدي 100 نقطه، وقرر يستخدم اخر جرعه ويتعالج جسده، لكن يحس كريبوس بيه وبيهجم عليه، ولكن تقسيم مهارته يزال اخيرا، وينتهز جينو فرصه وبيهجم عليه بسرعه ويقطع راسه، لكن بيهجم كريبوس عليه وينقص من دمه كتير جدا، ولكن جينو يفضل يطعن فيه مرارا وتكرارا لما يخلص عليه اخيرا، وبيكون جينو غرقان في دمه، لكن بيرتفع مستواه ويتعالج جسده ويلاقي جوائز جديده، وبيكون كريبوس هو حارس البوابه، يعني هو حارس البوابه مش زعيم المغاره حتى. انت لو كملت اكتر من كده يا جينو انت هتموت. وياخد وصفه اكسير الحياه، وهي بتكون 3 حاجات وهو لازم يجمعهم عشان يعملها، هو مش بيملك ولا واحده لحد دلوقتي. لعل اكسير الحياه ممكن يشفي والدتي من المرض، انا لازم ازود مستوى
مستواي اكتر. يقابل جينهو ويقول له انا موافق على عرضك بس عندي شرط واحد، احنا الاتنين هنتجوز المغارات لوحدينا. بس بيقول له هو ما ينفعش علشان احنا لازم نجيب 8 اعضاء بدخول المغارات. وبيقول له جينو هات الناس اللي حياتهم الماديه صعبه جدا، كمان احنا لو دخلنا المغارات لوحدينا هنقدر نعدي منها من غير اي خسائر خلال 16 مهمه متتاليه. هو مش ده برضه انجاز يخلي ابوك يعترف بيك؟ وافق جينهو خلي المغارات وبوابات عليا. ونشوف مندوب شركه يوجين وهو راح رساله هاي ان، وبنشوف جينهو بيتكلم مع ابوه وبيقول لابوه منذ ظهور المغارات اصبحت البنيه التحتيه وما بينهم كل حاجه في هذه البلاد مرتبطه بالمغارات وحتى حياتهم اليوميه، ولكن الذين يستطيعون في استخراج هذه الموارد هم الصيادين والتي تديرهم جمعيه الصيادين. وهم بيتقسموا في 5 نقابات، والنقابات دي بيربحوا ارباح طائله بسبب الموارد المستخرجه من المغارات، وهم نقابه الصيادين ونقابه النمر الابيض وحصيد الارواح والشهره والفرسان. هم دول ال5 نقابات الكبرى في البلاد الذين يستحوذون على موارد تقريبا، ولا يستعني ان الجلوس مكتوب في الايدي واشاهدهم، بس احنا الذين ساهمنا في تطوير البلاد وعلشان كده احنا لازم نعمل نقابه. وبيكون جينو لسه بيتمرن وبتكون المهمه توقفت على احتساب النقاط. كان بياخد صندوق ولكن تطلع لعبه ويمشي ويفكر ازاي يرفع مستوى اكتر، لكن هو لازم ينتصر جينهو، لكن تيجي رساله وهي مغاره من الرتبه دي يفكر يروح ولا لا. وبنشوف بيك بيتخانق مع صاحبه بسبب ان هو طلعه على الهوا، بيقول له يا عم خلاص احنا كنا عاوزين بس حد صادق في كلامه عشان نكسب ثقه الناس بينا، وكمان عاوز اقول لك شركه يوجين عاوزه تعمل نقابه. يا عم ما انا عارف اصلا، ادخل في صلب الموضوع. ونلاقي السيده هاي ان دخلت على السيد شوي وبتقول له في واحد من شركه يوجين قدم لي عرض بس انا رفضته، بس كنت عاوزه اعرف انت بتتكلم مع السيد بيك في ايه. وهو كان على جزيره جيجو، هو لما عملوا الغاره الثالثه عليها اصبحت محظوره وبدنا نعمل استكشافات حوالين الجزيره، وكمان مهما الناس مدحتني وبقيت سلاح البشريه ده مش هيخليني انسى اللي حصل هناك. في المستقبل القريب انا خلص على الجزيره ديت باي ثمن. وينزل جينو للمغاره ويقابل سون وباقي المجموعه بتاعته، لكن يجي حد بعربيه وبيكون مجموعه من المجرمين وهم يدخلوا معاهم المغاره بهدف تخفيف حكمهم، وكمان في نقص في الصيادين في هذه المنطقه. وكمان تانج تايشيك عضو في جمعيه الصيادين هو هيراقبهم وهو صياد من رتبه بي، وبيقول لهم هو مين هيبقى القائد. بيقول جينو هيبقى سون القائد وبيشكره، بيقول له انا اسف اللي عملته في اليوم دوت، انتوا متوا كلكم بسببي وانا بتحمل المسؤوليه، وانا بشكرك على اللي عملته، انا بشكرك بالنيابه عن ال5 الذين عاشوا. بيكون تايشيك شاكك في جينو ويقرر يدخل له المغاره. يا ترى اللي هيحصل؟ ولا ترى جينو يقدر يخفي سره ولا لا؟ ولا زي المغاره تعدي على خير ام لا؟ ده هنشوفه في الملخص الجاي. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعك.